أهلا بكم يا أصدقائي في حلقتنا الجديدة، وهي الحنين للوجه الآخر للنسيان. عايزين نقول في الحلقة دي يا أصدقائي، الناس كلها بتحس بشيء معين، أحيانا ما بيبقوش فاهمينه، واللي هو بيكون الحنين. الحنين مش دليل على ان لسه انت متعلق بشخص او بعلاقة او بشيء، ولا دليل انك ضعيف، لا ابدا يا صديقي. الحنين هو عبارة عن رحلة، عبارة عن رسالة، والرسالة اللي بتيجي لما الروح تفتكر اللي العقل حاول ينساه. يعني حاجات انت عقلك بيحاول ينساها، لكن الروح دايما بتكون متذكرة، وبتحاول دايما تكون مستوعبة الحالة اللي انت بتمر بيها. احيانا يجيلك احساس غريب، وكأن روحك رجعت لزمن تاني، لمكان، لاشخاص، ضحكة معينة، كلمة حلوة سمعتها، لحظات سعيدة قضيتها مع ناس، اشياء ربما كانت مؤلمة. ده هو الحنين. والحنين يا صديقي اوعى تفكر ان هو ضعف، ومش رجوع للماضي اطلاقا خالص. الحنين بنقول عليه الوجه الاخر للنسيان. يعني لما الروح تكون لسه محتفظة بحاجات، حتى لو العقل حاول يمسحها، لكن الروح بتبقى فاكراها. خصوصا الحاجات اللي تركت فيك بصمة، واللي كانت عايزة تأكد وجودها في حياتك، زي الدروس المؤلمة والانكسارات والألم والتعب والرحلة اللي كانت صعبة وانت في رحلة حياتك. أوقات بتفتكر حد، شخص معين أو موقف معين، مش لأننا خصوصا يعني في العلاقات الشخصية أو العاطفية أو العلاقات الاجتماعية. ممكن تفتكر حد مش لأننا عايزين نرجع له، لا أبدا، لكن لأن جزء مننا اتشكل بوجود الشخص ده. عشنا معاه فترة، قعدنا معاه مدة معينة، فساب فينا أثر. جزء من تفكيرنا كان منصب عليه، جزء من إحساسنا كان منشغل بيه. عشان كده بنقول عليه إن هو بقى جزء من تشكيل وجداننا. أوقات بنشتاق لمكان قضينا فيه أوقات حلوة، أوقات جميلة، أوقات الطفولة، أوقات الدراسة، الجامعة، الشغل، مناسبات حلوة. المشاعر ديت بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن حنين. خصوصا الذكريات اللي بيكون فيها وجع، لما انت بتفتكرها مش معناها ان روحك بتقولك ارجع للماضي، لا ابدا. الروح هنا بتقولك ده وقت تفهم المشاعر دي تجسدت في روحك ليه، وايه كان سببها، وهل كان سببها سلبي ولا كان سببها ايجابي. فانت في الوقت ده بتبتدي تدرس في بعض المشاعر ما كنتش فاهمها وقتها. انا ليه مريت بالظروف دي؟ انا ليه الشخص ده خني؟ انا ليه الشخص ده غدر بيا؟ انا ليه الشخص ده اذاني؟ وبتقعد تسأل نفسك اسئلة كتير ومش لاقي اجابة. لكن لما بيمر الوقت وبيمر الزمن وبتستدعي الذكريات ديت، بتقدر ساعتها تتواصل مع أفكارك ومع مشاعرك بنضوج وبإحساس أنضج. في الحالة دي أنت بتوصل مش عشان تتألم، لا، عشان المشاعر دي في وقت من الأوقات كانت سبب في تغييرك، ودلوقتي هتكون سبب في تحريرك. يعني هتحرر قلبك، هتحرر عقلك، هتحرر روحك من حاجات كانت بالنسبة له، كانت بالنسبة للروح وبالنسبة للعقل مؤلمة. عشان كده لو حسيت بالحنين ما تخافش أبدا، ولا تقول أنا إيه اللي بيخليني أفتكر الشخص ده، إيه اللي بيخليني أفتكر المشاعر دي، إيه اللي بيخليني أفتكر المواقف دي، أنا إيه برجع لورا، أنا خلاص تخطيت ده كله ماشي لقدام. لا، مفيش أي غضاضة من المشاعر ديت ومن المواقف ديت. استقبل بس الرسالة اللي جاية من روحك عشان تقولك ده كان درس. هنا كان في معنى انت كنت مفتقده، عشان وقتك في الوقت ده كان عقلك مشتت، مشاعرك مشتتة، أفكارك مشتتة، كل حاجة فيك ما كانتش ماشية
بالشكل الطبيعي، فما كنتش قادر تستوعب الدروس. ولو في درس انت ما كملتوش ولسه سايب اثر جواك، هتراجع الدرس ده وتقول انا الموقف ده علمني كذا كذا كذا. يعني مثلا انا رحت قصدت حد في خدمة وتخلى عني، الموقف ده بيبقى بصمة في دماغي وفي قلبي وفي روحي. فلما بتعدي الايام الاقي نفسي بعتمد على الله ثم على نفسي، وبنجح اني انا اطور من نفسي، وبالفعل بنجح اني انا اتخطى العقبات دي. ده معناها ان ربنا سبحانه وتعالى كان عايز يعلمك درس، انك ما تعتمدش على حد. بتفضل الحكاية دي جوه روحك بصمة، فلما بتستعيد الذاكرة وتقول ده الشخص ده عمل فيا الموقف الفلاني وكنت انت وقتها زعلان، بعدين لما بتراجع ذاكرتك وبتراجع مشاعرك بتقول ده ربنا أراد إن الشخص ده يتصرف معايا كده لأن عايزني أكتشف قدراتي وأعتمد على الله ثم على نفسي. وبالفعل نجحت إن أنا أعتمد على نفسي وما أعتمدش على حد، وده كان درس أنا اتعلمته. فالدرس ده بالنسبة لك ليه معنى انت مش هتنساه، لأنه هيبقى المعنى كان الأول بالنسبة لك مؤلم إن شخص تخلى عني، لكن مع الوقت هتعرف ان دي كانت نعمة من الله، ان كان لازم تتعلم الدرس ده، لكن تتعلمه بوجع وبألم وبذل. اتعلمت الدرس خلاص، مش يبقى انت في الحالة دي انت مش راجع حنين للذكريات ديت، لا ابدا. ولا انت غاوي ان انت تفتكر حاجات بتوجعك، لا انت بتفتكر مواقف علمتك درس تمشي لقدام. عشان كده انت لما بتودع المشاعر دي بتودعها بشكل صحيح. اتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون عجبتكم. عايزة اقول لكم كمان يا اصدقائي، في رحلة النسيان احنا بنغوص في معنى الحنين. هل الحب قديم؟ هل الذكريات راجعة ولا رسالة من الروح؟ بنكمل اللي ناقص. هنكمل ده وهنشرحه ان شاء الله، ونعرف الفرق بين حنين الروح وحنين العادة. وحلقة شفافة هتكون مؤثرة وهتلمس قلوبكم. أتمنى إن شاء الله أشوفكم دايما على خير، وما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك في القناة، وتقولوا لي هل فعلا المشاعر دي مرت عليكم ولا في شيء لسه بيألمكم من الذكريات دي. كانت معكم صديقتكم صديقة الضوء.